فضيحة ثالثة التحقت بالموضوع اللي هو شراكة الرابطة المحمدية للعلماء في إعادة إحياء دير تيومليلين في أزرو في أواخر سبتمبر الماضي، وحضور منظمة اليوسيد الأمريكية المعروف الدور ديالها الاستخباراتي والاختراقي للدول العالم الثالث وإفريقيا، وبحضور موظفات مكتب الاتصال عينات ليفي اللي كتخترق الحركة الأمازيغية قبل 10 سنوات و11 سنة. عينات ليفي اللي هي موظفة مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط، اش كدير في دير تيومليلين عينات ليفي؟ واش كيدير الرابطة المحمدية للعلماء هناك بما يسمى مركز التعاون الديني في الرابطة المحمدية للعلماء فدير تيومليلين؟ وهو خطير جدا ذاك الدير اللي عملته فرنسا في بداية الخمسينات لتمسيح أبناء أعيان الأمازيغ وصناعة نخبة وانتليجنسيا أمازيغية من داخل المجتمع الأمازيغي كامتداد للظاهر البربري بداية الثلاثينات، وصنع الضباط في الجيش الفرنسي اللي هما غيوليو من بعد على راسهم أوفقير وأحرضان جزء من الإدارة المغربية بعيد الاستقلال أو غداة الاستقلال. ورأينا كوارث أوفقير لا على المستوى الحقوقي المغربي في سنوات الرصاص وعلى رأسها اغتيال الشهيد بن بركة، ولا على مستوى محاولة انقلابية ضد الحسن الثاني. وهذا هما أولادكم، هذا هما أولاد دير تيومليلين والنسي طارق بن زياد. فإذا نحن إزاء محاولات طمس الذاكرة القريبة فقط الخمسينات والركوب على السمفونيات انه احنا الابراهيميه واحنا هادو ولاد عمنا واحنا الرعايا امير المؤمنين في اسرائيل، واستدعاء الشيعه والتشيع، ثم استدعاء موضوع ما يقال ايران والبوليزاريو، وهذا اثار ضجه. ايضا كاين موضوع اخر وكنت يسبق لك وشرتي ليه، هو قضيه ديال الامازيغيه. وكما قال السيد احمد ويحمان في احدى اللقاءات بانهم يريدون خلق امازيغيه يهوديه، يعني ماشي السرديه ديال الامازيغيه اللي ورثناها على جدنا ديال المختار السوسي محمد بن عبد الكريم الخطابي، بل سرديه كمال هشكار جورزاليم تين غير جورزاليم. الور من هاد السرديه يحاولوا انهم يخلقوا واحد الاختراق للمجتمع المغربي الذي ظل لمده قرون متماسك. بطبيعه الحال التماسك ديالو كينبع من الاسلام السني المالكي لمده قرون، لكن الان كما حاولت فرنسا انها تخلق واحد التفرقه، الان بطبيعه الحال الاستعمار هو ينهج نفس النهج. الملاحظ بان مجموعه من الحملات التشهير ضدكم السي عزيز هناوي وايضا ضد ويحمان ومجموعه من النشطاء اللي كيتزعمها ما يصفون انفسهم بانهم مدافعين عن الامازيغيه. ومنهم مثلا كاينه جمعيه ديال موسى بن ميمون التي دعت الى حمله عدوانيه رفع السلاح ضدكم. ايضا ما يسمي نفسه بالمؤرخ عبد الخالق كلاب الذي ايضا لسانه يلهج بعداوتكم ووصفكم بالشيعه وغير ذلك. في نظركم لماذا اعتماد وضع الامازيغيه كحصان طروادة للشيطانات المناضلين من اجل القضيه، المناضلين بطبيعه الحال من اجل احلال الحق في الاراضي الفلسطينيه وفي كل ربوع الامه العربيه والاسلاميه؟ سيدي سعيد، يعني هذا الموضوع ديال الامازيغيه وقلناها كثيرا، يتم محاوله سرقه الهويه الامازيغيه والارشيف الامازيغي وتزوير الذاكره وتزوير الرموز لصناعه موقف وموقع امازيغي مناقض لهويته اولا قبل فلسطين والصهيونيه، يتناقض مع طبيعه الارشيف الامازيغي اولا، وهو الارشيف الامازيغي الذي شكل عنوانا للنبوغ المغربي عبر قرون. يعني الامازيغ المغاربه، ولما كنقول الامازيغ يعني حتى على مستوى كل المنطقه المغاربيه، وقد كانت دول امازيغيه تجمعنا جميعا، الموحدين والمرابطين راه جمعوا الشمال الافريقي كله بل حتى الادغال الافريقيه والاندلس. وجب بدايه اذا سمحتي اشاره بسيطه، هي ان السيد ويحمان وايضا شخصكم الكريم انكم من اصول امازيغيه، وبالتالي الا ترون بان كتسرق منكم هويتكم، انك حريص بالدفاع عن الامازيغيه والتراث المغربي بشكل عام، هذا التراث الذي يجمعنا جميعا.
بكل روافده. الآن أصبح أن تكون أمازيغيا يجب أن تكون صهيونيا حتى تكون أمازيغيا، حتى يعترف بك هؤلاء الذين ذكرت. يجب أن تكون متصهينا، وأن تكون معاديا لكل ما هو مشرقي باستثناء إسرائيل، وكأن إسرائيل ما موجودة في المشرق، مش على أرض فلسطين. يحبون إسرائيل، يتدفقون نحو ما يسمى الدياسبورا الأمازيغية كما تيقول عصيد في 2013 موازاة مع تنغير جيروزاليم ليزيكو دو ملاح ديال الأشكار، ما يسمى الجالية الأمازيغية في إسرائيل وهي 800,000، يعني هما الصهاينة من الأصل المغربي اللي كيركب عليها عاوتاني بورتو كيقول رعايا أمير المؤمنين. فإذا حنا إزاء استدعاء الأمازيغية والروحانية، يعني الرعايا أمير المؤمنين، لتسليح ما يسمى الجالية المغربية في إسرائيل حتى لا نقف ضد هذا الوضع الشاذ الإجرامي الاستيطاني الاحتلالي الذي هو يقال عنه من الأصل المغربي، كنغض الطرف عنه بل نحتضنه ونعتبره كنزا دبلوماسيا، كنزا استراتيجيا، كنزا دبلوماسيا نخدم به مصالح الوطن. هذه هي السردية الآن، ويتم الركوب على الأمازيغية. المغاربة مشاو حتى لداعش، هل يمكن الاعتزاز بالمغاربة داعش؟ أنا جاي دابا شوف، راه هذه كلها كذوب ساقطة قلناها ونقولها. اللي بغى يتعنى بالصهاينة من الأصل المغربي باعتبارهم يهود مغاربة فليتعنى ويعتني بمسلمي داعش من الأصل المغربي، كلاهما أصل مغربي. الدواعش والإسرائيليين من الأصل المغربي. علاش هادو كنعطيوهم أحيدوس ونتعرضوا لهم بالشيخات ونتعرضوا لهم بالطبل والبندير في مراكش والمطار مراكش وصويرة بالخط المباشر مراكش صويرة، والاخرين كان إرهابيين، كلهم إرهابيين، الدواعش والصهاينة، وكلهم قائمين على أصل ديني محرف مزور زور، لا التلمودية الصهيونية ولا الداعشية المدعية الإسلام، وكلاهما إرهاب، وكلاهما دموي، وكلاهما احتل أراضي شعوب وهجر وقتل في شعوب، فهذا ماشي إرهابي وهذا إرهابي. وفي القاعدة القانونية العامة والمجردة أين هي؟ فإذا نحن إذا تناقض الأمازيغية كما قلت يراد اختراقها لصناعة جيب وطابور خادم للأجندة الصهيونية، وليس خادم للأمازيغ كما يدعي أهلها بخلق الصدام مع المشرق وخلق الصدام التاريخي، وأنه عندنا ثأر مع العرب المحتلين المسلمين، وأن لا علاقة لنا حتى الدين الإسلامي ولا بالحج ولا بالعمرة ولا بالقدس، بل علاقتنا بمصالحنا القومية، وحتى هما كيركبوا على الصحراء. فجأة أصبح هؤلاء المتأمزغون حتى هما معنيين بقضية الصحراء، والحال أنهم ينافقون الموقف الحقيقي. الموقف الحقيقي لأصحاب النظرية المتأمزغة المتصهينة هو التقسيم المغرب والجزائر وشمال أفريقيا إلى فيدرالية، إلى دويلات متأمزغة، كما قال الدغرني في إحدى مقالاته المنشورة، سماه النموذج الليبي للمدن الأمازيغية المسلحة. أكرر، النموذج الليبي بمنطقة ليبيا اللي فيها حركة أمازيغية مسلحة بعد سقوط القذافي وتم تسليحها من طرف المخابرات الدولية وعلى رأسها فرنسا وغيرها. النموذج الليبي للمدن الأمازيغية المسلحة كإجابة على الدول العروبية المركزية الاستبدادية. هذا مقال ديال دغرني، يعمل ريسيرش وتجبروا راه في هسبريس. واعتبر نموذج أن تنغير في الجنوب الشرقي المغربي هي عاصمة أسامر كمشروع دويلة أو كذا في إطار فيدرالية تمزغة اللي فيها جمهورية الريف وجمهورية تمسنا وجمهورية القبائل والأزواد وغيرها من الدويلات الأمازيغية. فيما يتعلق بالصحراء، هم يعارضون الصحراء أو يعارضون انفصال الصحراء ليست منطق وحدوي مغربي كما فطرة المغاربة جميعا وهي الحقيقية، لا، هذه الفطرة الحقيقية. عندهم حاجة أخرى، لأن جمهورية الانفصال سميتها الجمهورية العربية الصحراوية بوليزاريو. لو أن سميتها الجمهورية الأمازيغية الصحراوية كن على يقين لن يقفوا ضدها، وهذا عندي دليل. هم مع جمهورية الريف، والدغرني الذي توفاه الله قبل 3 سنوات أو يدعم جمهورية الريف، وعنده فيديو عندنا في المرصد لما مشى يستقبل أحد المعتقلين في سجن الناظور لما غادي يخرج من السجن، سئلهم في انتظار خروج هذا المعتقل على موقفه من جمهورية الريف، قال أنا مع حق الشعب الريفي في تقرير المصير وتشكيل جمهورية، وغتكون مقدمة لتشكيل جمهوريات أخرى في إطار تشكيل فيدرالية تمزغة وعلى رأسها القبائل في الجزائر. ولكن علاش الموقف الرسمي لا يحرك ساكنا؟ لا، الموقف الرسمي ماشي فقط لم يحرك ساكنا، الموقف الرسمي عمل الجنازة لدغرني، مول الجنازة
الموقف الرسمي عمل التغطيه الاعلاميه للدغرني قبل ما يموت في توقيع كتاب الطريق الى تحرير تم مزغه، وغطته القناه الثامنه، والمراسل ديالها عبد الله بوتشطارت اللي هو عضو ما يسمى الحزب الديمقراطي الامازيغي ديال دغرني، ومازال مراسل القناه الثامنه القناه الرسميه كدير الدعايه لتحرير تم مزغه. من وكاتب الكتاب كان معتقلا في السجن، كاتبيه جوج طلبه قتلوا طالبا وحكم عليهم ب10 سنوات وقضوا منها 9 سنين وخرجوا قبل ما تنتهي المده العقوبه باقل من يعني باقي لهم شي سنه، واستقبلهم دغرني في السجن في مكناس. ولمجرد خروجهم من السجن قالوا ما يسمى بقضيه الصحراء وما يسمى بقضيه فلسطين. ورجع الفيديوهات امام الحي الجامعي في مكناس وامام السجن ديال مكناس، ما يسمى قضيه الصحراء وما يسمى قضيه فلسطين. بمعنى نحن ازاء هؤلاء الشباب هداهم الله، كندعي لهم الهدايه لانهم خارج التاريخ، خارج البوصله، ويخدمون اجنده تخريبيه عابره للحدود بقياده اسرائيليه من حيث يظنون عن جهل او عن سبق اصرار بعض عملائهم انهم يخدمون الوحده الترابيه او الهويه والثقافه الامازيغيه. سولتني على الموقف الرسمي. الموقف الرسمي اللي بعد ملك الثقافه الامازيغيه كيكرم منتجي الافلام المتصهينه باسم الامازيغيه، واذكر نموذجين: بوب كروت تعديت وكمال هاشكار. كمال هاشكار لم يعرفه المغاربه الا في فيلمين متصهينين. الفيلم الاول اللي ظهر به كان بحال نزل الوحي، كندوز القناه الثانيه. نعم، انا اعطيك نبذه على ذاك الفيلم بالمناسبه. هو ليس فيلم مغربي، تنغير جيروزاليم لي زيكو دو ملاح، فيلم اسرائيلي. علاش كنقول فيلم اسرائيلي؟ صاحبه انتجه اخرجه بدعم ورعايه واحتضان اسرائيلي لسنوات قبل 2012. يتحدث عن انه كيزور الكيان الصهيوني من 2007. عندنا وثائق كثيره جدا على هذا الفيلم في المرصد، عندنا ملف قدو قداش. وبعظمه لسانه المخرج او ما يسمى المخرج هو ليس مخرجه الحقيقي. المخرج الحقيقي اللي فيلم تنغير جيروزاليم هو ماكينه البروباغندا الصهيونيه، ما عنده علاقه بالمغاربه او لا التمغربيت او لا التمازيغ. ثانيا، شارك به هو في مهرجانين سينمائيين اسرائيليين في كندا وفي باريس في 2012. شارك بهما في مهرجان مونريال للسينما الإسرائيلية وفي مهرجان باريس للسينما الإسرائيلية. عاد اقتنته الدوزام بالمال العام وعرضته في أبريل 2012 باعتباره فيلما مغربيا. كذب، زور، سرقة المعلومة الحقيقية، فيلم إسرائيلي. الفضيحة الثانية: تم تصويره بدون ترخيص من مركز السينمائي المغربي، بدون ترخيص، ما عندوش الترخيص القانوني، فكيف تعرضيه في دوزام؟ الدوزام القطب العمومي. 3، كيف يعطى جائزة الفيلم الوطني الأول أو الفيلم الأول في طنجة، مهرجان الدولي للسينما في طنجة في 2013، ويعرض في كوب 22 في مراكش، ويعرض حتى داخل السجن المحلي في فسلة حتى للسجناء، وضجت به الدنيا وما عندوش ترخيص. لما كنقول ما عندوش ترخيص، مرجعنا في هذا الكلام لسان صاحبه. قال لك لما كنت كنصور في تنغير وقف عليا الباشا، راه عندنا الفيديو ديال الحوار ديالو، هو وقف حدا لي كورج دو تودغا مع احد المواقع الالكترونيه تنغير انفو اعتقد. قال وقف عليا الباشا، قال لي فين الترخيص من مركز السينما المغربي؟ اوف، قال لك بون كيل بروبليم. هو يفضح ازولاي، هاشكار فضح ازولاي، قال لك هزيت التليفون حدا الباشا، جي ابلي مسيو اندري ازولاي، راه عندنا الفيديو صيفطو لك تنشرو كملحق لهذا البرنامج. قال لك جي ابلي مسيو ازولاي. كان تحدث عليها السي ويحمان في عده مناسبات على هذه الواقعه. اتصل بازولاي صافي والباشا مشى بحالو، بمعنى الفيلم غير قانوني، ما عندوش ترخيص. ثم كتجي الدوزيام وتنشرو، وكيجي مركز السينما المغربي وكينشرو في الموقع ديالو كاملا 86 دقيقه. بالمناسبه الفضيحه الثالثه او الرابعه على هذا الفيلم، الدوزيام لم تنشره كاملا، نشرت فقط 52 دقيقه. 52 دقيقه. مده الفيلم الاصليه 86. انا كنطرح سؤال على الدوزام: لماذا حجبتي 32 دقيقه كامله؟ عطيني 32 دقيقه في الوثائقي. هذا الحال
كيقولوا بالمشرقيه لحاله فيلم 32 دقيقه، هذا بوحده فيلم وثائقي. شطب أو حجب منه بعض المحطات والفقرات التي تقول أن محمد الخامس هو السبب في تهجير اليهود من المغرب، تنغير جيروزاليم، وأن الحركة الوطنية في المغرب كانت معادية لوجود اليهودي في المغرب برئاسة محمد الخامس. ايوا تعرض الدوزم الفيلم كامل 86 دقيقة. حكومة محمد الخامس كان وزير يهودي والدكتور بن زكين. يا ودي دابا شوف، هم النظرية الصهيونية لتهجير اليهود من المغرب يجب أن يطلق على المغرب أنه ارتكب أيضا مذابح هولوكوست وإرهاب لليهود في النظرية الصهيونية، وهي اللي جاب هاشكار بعض الضيوف قالوها، منهم يوسف شطريط. والما بغى يعطي النظريه المضاده مشى للتلامذ في الثانويه في تنغير. واش المستوى الثقافي ديال التلميذ في الكوليج هو يوسف شطريط عضو الموساد راسو شايب في الموساد؟ كيفاش؟ وعلاش ما جبتي حتى خبير مغربي يناقض هذه الروايه؟ انت تدعي انك فيلم وثائقي، ليس فيلم وثائقي، فيلم بروباغندا لصهينه الامازيغ، اسمعني، صهينه الامازيغ المغاربه، واعطاهم نكهه متصهينه ومغربت وامزغت الصهاينه هناك. هو يعني ريكتو فيرسو، صهينه الامازيغ وخلق واحد العلاقات النوستالجيا والحب للوجود الامازيغي في اسرائيل، وبالتالي شطب ان اسرائيل عدوه محتله، بل التحالف معها كقيمه مضافه في قضيه الصحراء، والتحالف معها كانتقام من العرب. وهناك يفتقر دابا بلاتي هذا المعطى كيحمل واحد المفارقه عجيبه جدا، لان انت تعرف اكثر مني دعاة هذا الطرح يقولون على ان الهويه تبنى وتنطلق من الارض. بالتالي واحد انه تولد في حيفا ولا في تل ابيب ولا في اي كان ما كيعرف حتى حاجه على المغرب فهو مغربي. والا نتايا مثلا عايش جدودك 15 القرن ولا 16 القرن في هذه البلاد وعندك ثقافه عربيه اسلاميه، فانت بالنسبه لهم هذا مستلب. ولكن واحد اللي تولد في تل ابيب عايش في تل ابيب بالنسبه لهم هذاك فيه حتى مغربيت. يعني ما كتشوفهاش بان واحد المفارقه اللي فجه جدا. لكن المشكل ماشي هنايا، المشكل ان النخب ديالهم لانهم كيردوها راه بلا ما نذكر شي اسماء، ولكن ملي قلت النخب راه اكيد ان الذهن ديالك انصرف لشي اسماء اللي هي كبيره تدافع عن هذا الطرح بان الهويه تنطلق من الارض وتبنى داك التالوت ديال اللسان والانسان والارض. دابا شوف، يتم استدعاء الهويه الامازيغيه فقط لصناعه العلاقه والعشق مع اسرائيل باعتبارها فرصه للتحرر من الاحتلال العربي. بالمناسبه نعود الى وثائقهم. هناك أغنية للأسف الشديد تم إذاعتها في القناة الثامنة الأمازيغية مباشرة في مهرجان الثقافة الأمازيغية، مهرجان تويزا في طنجة بقيادة إلياس العمري، ولما كان أخوه فؤاد العمري عمدة المدينة، اللي هي أغنية تبرتي أوباما، رسالة إلى أوباما. تبرتي أوباما تعني الاستنجاد بأمريكا للتحرر من الاستعمار العروبي، بمعنى النظام المغربي العلوي مستعمر عروبي، وجب التحرر منه وعنه بدعم أمريكي وإسرائيلي. والحركة الأمازيغية والشق المتزايد فيها لا يحب التطبيع الرسمي للدولة إلا من أجل فتح الباب لربط الاتصال مع هذا الدعم المأمول من أمريكا وإسرائيل. وهنا التناقض مع الموقف الرسمي. الموقف الرسمي لا يجد له بالمجتمع المدني من داعم بشكل شرس إلا هذه الطائفة، والحال أن هذه الطائفة المتأمزغة المتصهينة تسعى إلى إسقاط هذا النظام وهذا الحكم العلوي لأنه مستعمر. فهذه سوريالية. ذكرت شامة درشول، ذكرت هذا أنا قلت شامة درشول قالت بعظمة لسانها، حضرات في أحد البيوت في الرباط، بيت ديال شي يهودية في عمرها 70 عام ولا شنو، كتلتقي مع شباب من الحركة الأمازيغية هي اللي كتفاليدي واش يمشيو لإسرائيل ولا لا، بمعنى واش يستقبلوهم هناك ولا لا. هنا سؤال، هذا التصريح ديال شامة درشول ألا يقتضي من النيابة العامة تفتح تحقيق؟ لأنه يتم تجنيد عملاء تجنيد خطير جدا لصناعة سردية تقول
أن الملك محمد السادس العلوي محتل لأرض الأمازيغ. هذا كلام محمد رسول ماشي الهناوي. ولكن حنا كنقولوا حنا كتبان شي حاجه مفلسه لما كنقولوها حنا نقلا، وكما يقال ناقل الكفر ليس بكافر. ليس كافي، لكن هادشي عجيب جدا. ولكن كيكفرونهم في الوطنيه، تيقول لك انت ماشي ملكي، ماشي وطني، ماشي امازيغي، وماشي صحراوي، ما كتبغيش الصحراء، وانت مضاد لليهوديه لانك ضد اسرائيل. تنطلق ضدنا هذه الشيطنه الكامله رباعيه الدفع ضد الملكيه وضد اليهوديه وضد الصحراء وضد الامازيغيه، والحال انهم هما هادشي كيجي من عندهم من مراجعهم. فانا اطرح سؤال على النيابه العامه. طيب كتقولوا ايران كتدعم البوليزاريو، ها هي اسرائيل كترعى شباب امازيغي كيبغيو اسقاط النظام. طيب ايوا علاش ما نقطعوش العلاقه مع اسرائيل اللي بغات تجند شباب امازيغي يسقطوا النظام العلوي لانه نظام محتل؟ علاش ما نفتحوش تحقيق ونقطعوا العلاقه مع اسرائيل؟ والحال ان اسرائيل وزير في حكومه نتنياهو في 2018 التقى مع رئيس ما يسمى جمهوريه البوليزاريو اللي هو ايوب قرة الدرزي، صديق حسن كعيبه الدرزي اللي راه دابا هنا تيتنيني جناب فاتح غشت، وهو اللي داد وفد الصحفيين اللي مازال ما كشوش على كلمه مرهوم، مازال خابعين فضحتهم حتى نشوفهم شكون هما من بعد. طيب نفسه الدرزي ايوب قرة عضو حزب الليكود الضابط في جيش الحرب الصهيوني كيلتقي وكيتعنق مع ابراهيم غالي، وهنا تناقضان. خليني في هذه النقطه. هناك صوره، كاينه صوره مشهوره اللي بغى يشوفها راه موجوده اللي عمل ابراهيم غالي في جوجل تلقاها. هنا تناقضان مغربي جزائري. تناقض المغربي اذا كان التطبيع يخدم قضيه الوحده الترابيه، واذا كانت اسرائيل فرصه وكنز الى اخره الى اخره، ما نعاودوش السيمفونيه، ما الذي جعل حزب الليكود بصفة وزير أيوب قرة يعانق إبراهيم غالي؟ هذا السؤال الموقف الرسمي المغربي. السؤال الموقف الرسمي الجزائري، إذا كان الموقف الرسمي الجزائري يدعي بأنه حامل الأختام في دعم المقاومة الفلسطينية ضد المغرب الصهيوني اللي مطبع مع الصهاينة، فماذا يعمل إبراهيم غالي مع أيوب قرة؟ فهذا تناقض سوريالي هيروغليفي ما عنده حتى قرايه، الا ان الصهيونيه والانفصال خنجران توأمان يطعنان المغرب والجزائر. نحن يطعننا الانفصال ونريد بالتطبيع ان نعالج الانفصال، والموقف الرسمي الجزائري يصمون بالصهيونيه ويمنح للانفصال طهرانيه فلسطين، والقول باننا باعتبارنا توأم لاسرائيل فالانفصال هو الحل للصحراويين المغاربه بالصحراء الجنوبيه العزيزه كحل من الاحتلال الصهيوني المغربي. فهذه كلها خرده ومفتاحها في تل ابيب وخيطها ممتد الى تل ابيب هنا وهناك. ولهذا الوعي المطلوب الان لدى الامه المغاربيه وشعوب المنطقه المغاربيه، الوعي بأن الانفصال ودعمه خراب للجميع، لأنه حتى القبائل ستنفصل وعندها طموحات ومرعية من فرنسا ومن إسرائيل ومن أمريكان، وحتى نحن بعض المغاربة والحركة الأمازيغية والصنايبي وعمر هلال رسميا في الأمم المتحدة تتكلم على حق الشعب القبائلي في تقرير المصير كشعب أصلي عمره 3000 سنة. هذا عمر هلال خطير ويناقض الموقف الرسمي للملك. الملك قال في الخطاب هذه واحد السنه ونصف تقريبا اليد الممدوده. اليد الممدوده، والمغرب لا يمكن ان يعمل اي شيء يسيء الوحده الترابيه الجزائر او وقالها الملك من بعد الكلمه ديال عمر هلال في الامم المتحده. اذا ما هذا الذي يجري؟ كيفاش واخا شي مخالف للاراده الملكيه، ولكن لا تحدثتي يقول لك انت ماشي الخرده المرافقه. ما يسمى دولة القبائل بحكومة فرحات مهني في فرنسا تدعم رسميا وحضوريا لفرحات مهني جمهورية القبائل، وعندنا الفيديوهات في المرصد أن فرحات مهني كيعطي الكلمة لممثل جمهورية الريف في باريس ليلقي كلمة في حفل رفع العلم جمهورية القبائل حدا لوتيرفيل، حدا برج إيفل قبل 3 سنوات. فإذا ما هذا الذي يجري؟ هذه حكومة القبائل لعمر هلال وحزب التجمع الوطني الأحرار عبر عرابه بوبكر أونغير في إنزكان في ويزكان كي يعمل مهرجان شجرة الأركان ويستدعي حكومة القبائل الماك
وكيجي هذاك اكسل نائب فرحات مهني ويرفع العلم جمهوريه القبائل بحضور 4 الوزراء في حكومه اخنوش. ما هذا الذي يجري؟ واذا انتم تنقضون الملك تيقول ما يعملش المغرب شي حاجه انفصاليه، وهذا الانفصال بنطق امازيغي على نحن منه براء. راه الا انفصلت القبائل الامازيغيه وتسنى الريف وتسنى تمسنا وتسنى اسمر وتسنى اكادير سوس. زعما راه اللي ضرب واحد قال لك اذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجر. هذا لا يبرر ما يقوله هؤلاء من انه ما دام الجزائر كتدعم بوليزاريو حنا ندعموا القبائل. كاين واحد المثل مغربي قبيح ما نقولوش بالدارجه غنقولوا بالعربيه الفصحى لان كاين قشيه من الوقاحه ديالو. التنافس في الدراط يؤدي الى